نزيدكم سالاو هنا، لا 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 لا، اصبح الجزائري تخيل معايا فاش كتمشي مثلا للسوبر مارشي كتلقى اللحم مقسومه على نص، انت كتختار تدي رباع تدي نص تديها كامله، لك الاختيار اللي قدرتي تاكلو خذو. في الجزائر ولات مطيشه كيتعاملوا معها بحال البطيخ او بحال الدليح، يعني كيقول له عطيني تقريبا واحد السوم ديال 10 ولا 20 ديال الدينار. شوفوا معايا شحال طماطم؟ قالوا عطيني قيمه 10. اعطيني قيمه 10000 ربي يعيش. الو شحال جات هذه؟ قيمة 10000 برك ما تزيدش. 5000 ها زيد قيمة 10000. هاي 10000 10000 قد يرحم والدي بن عمي. نزيدوا برك خطره جايه اقلبوا انا ب 30000 لا خاطرش 25 هاي هكا شريناها بزاف هكذا راه زايده طول بزاف بن عمي. ديروها سيلفي. روح حط في الساشيه، حط يرحم والدي بن عمي. كثر خيرك. واش دير بها هذه؟ هي من الدار زقرتو. اعطيوني شي دوله في العالم كتبيع مطيشه بالتقسيط، اعطيوني شي دوله في العالم مع العلم. نشد شي واحد ما عنده حتى شي علاقه لا بالمغرب لا بالجزائر، تقول له هذا الشيء كيوقع في واحد البلاد ديال غازو البترول، والله حتى يضحك عليكم لانكم في الاصل والله الا غير ضحكه. عرفتي شنو هي مطيشه بالتقسيط؟ اعطيني عافاك قيمه 10000، اعطيني قيمه 15000، شنو غدير لك هذه المطيشه؟ شنو غدير لها؟ هذا هو السبب ديالكم نتوما اللي حاضرين المغرب وما لاهينش ببلادكم. فاش كتلقى في القناه الرسميه ديالك كتهضر على الازمه في المغرب والشعب المغلوب على امره والجوع في المغرب والعطش في المغرب، كتبقى تصفق في التعاليق الله يعطيهم الله يزيد لهم الله وكي ربي فاش كيبليكم شنو كدير؟ ستر باش ما يشوفناش المره وكيضحك علينا. لا، ما كايناش شي حاجه سميتها ستر. نوض كراج، نوض وقف ضد النظام ديالك، النظام اللي كتخسر نتايا واحد 23 مليار دولار سنويا باش تسلح وتقول لي راك مستهدف. اخويا الاستهداف اللي كاين دابا هو الجوع. انا الجوع اللي مستهدفني، ما كتهددني المغرب، ما كتهددني اسرائيل، ما كتهددني امريكا، ما كتهددني حتى شي حاجه. الحاجه الوحيده اللي مهداني دابا في بلادي هي الجوع. انني فاش كنمشي نجيب الزيت كنجيبها بالتقسيط، كنمشي مطيشه بالتقسيط، البصله بالتقسيط، او شنو خليتو لهاد الشعب؟ نوضوا على راسكم وكونوا رجال.